السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي يعرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا، فأنا أحمد محمود أو أحمد داوود، وبعتبر القناة أنا مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي. النهاردة جاي لكم بعد يمكن فترة شهر تقريبا. ما نزلتش فيديوهات، ولما بقول فيديوهات فانا بقصد الفيديوهات اللي هي الاساسيه اللي بتنزل على الشانل، مش الشورتس او البوس او كده. كنت بقالي شهر تقريبا بسبب مثلا موضوع الانترنت عندي كان فيه مشكله، وبسبب ان انا كنت مشغول شويه في الشغل، كان في شويه حاجات في الشغل، بسبب ان انا كان عندي سيشنز وكان عندي سوفت سكيلز وكان عندي شويه حاجات في الشغل كده، كنت محتاج ان انا اركز فيهم واحضر لهم. يمكن انتوا شفتوا الفيديو اللي هو اتكلمت فيه او البرزنتيشن اللي انا عملته في الشغل يعني. فجاي النهارده اتكلم عن بصراحه ان يعني انا بعد 6 شهور برضه بحب من فتره للتانيه كده اعمل زي تحليل كده للقناه او مراجعه للقناه. اشوف ايه اللي تم فيها او ايه اللي بيتطور فيها او ايه اللي محتاج يتطور او ايه اللي موقفنا عند بوينت معينه في الموضوع. فاحنا بدأنا من 15 او بدأنا من شهر واحد 23، يعني اول السنه. احنا النهارده يعني هو داخلين في 10 شهور، الشهر العاشر داخلين عليه. فمفيش حاجة يعتبر في القناة اتعملت بشكل، يعني خلينا نقول إن احنا ماشيين صح. يعني انت ماشي 6 شهور بالطريقة دي وبالبلان دي، ومفيش أي تطور في القناة ومفيش أي حاجة جديدة في القناة ومفيش أي، يعني حتى لو في فهي في بنسبة أنا بعتبرها 1% ويمكن أقل كمان. فانت لما تلاحظ حاجة زي كده، لما تيجي تقعد مع نفسك وتلاقي ان لا انت بتعمل فيديوز بشكل يومي، بتعمل فيديوز بشكل شبه يومي، ولسه التشانل واقفة عند مستوى معين، لا يبقى في حاجة غلط. ما ينفعش تبقى انت مثلا ماشي في طريق او راكب قطر، واكتشفت بعد مثلا 10 محطات، يعني بعد 6 شهور على سبيل المثال، انا بعد 10 محطات انت القطر ده مثلا رايح فرنسا وانت لا كنت عايز تروح بلجيكا، فتفضل مكمل. لا انت خلاص مجرد انت عرفت ان القطر ده مش بيوصلك لوجهتك، انت انزل في اقرب محطة وغير للقطر بتاع بلجيكا حتى لو هترجع جزء تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ماشي بقالي 6 شهور، 7 8 او 9 شهور كمان على بلان معينه، ان انا بعمل فيديوز بشكل يومي مثلا، وان انا بنزل في وقت معين. مش لاقي ان في اي تطور. خلاص يبقى لا انت لازم تقف، ويبقى هو مش هي دي البلان اللي هتوصلك، فانت لازم تغير البلان دي. طب نغير البلان دي لايه؟ انا شايف الفتره الجايه دي تحتاج ان انا اقف شويه. ممكن اعمل فيديو من وقت للتاني زي ما انا بعمل دلوقتي كده، لان انا بتوحشني جدا حته الفيديوهات، وان انا اعمل فيديو وان انا اطلع، ومش بحب بحس ان انا لا سايب حد او يعني في مسؤوليه لازم ان انا اطلع للناس دي. ما ينفعش ان انا انقطع كده مره واحده. ده احساس او ده شعور داخلي انا بحس، فبناء عليه انا هستوب شويه. مش هقول ستوب بس، يعني كل ما هتيجي الفرصه او تسمح الفرصه ان انا اعمل فيديو هعمل فيديو. هحاول ان انا في كل فيديو اعمل حاجه مختلفه عن الفيديو اللي قبله. هحاول ان انا اخد كورسز، دي بوينت رقم واحد. لازم ان انا اصلا اخد كورس ازاي ابدا اصور، ازاي ان انا امنتج، ازاي ان انا اطلع في فيديو، ازاي ان اعمل محتوى اصلا. يعني دي حاجه لازم. يمكن انا لو كنت وقفت شهر واحد واتعلمت حاجه زي كده، وبعدين نزلت بالبلان اللي انا كنت عاملها، ان انا بمشي في فتره، يعني بمشي بعمل فيديوهات وكده بشكل يومي مثلا او شبه يومي، كان دلوقتي ممكن القناه كانت في مستوى تاني او في ليفل تاني. بس خلينا نقول ان احنا بنتعلم، يعني انا عايش بتعلم. انا يمكن لو ما كنتش عملت ده ما كنتش عرفت ان انا محتاج اتعلم واحد اتنين تلاته. ما كنتش عرفت ان انا محتاج اتعلم مونتاج، ما كنتش عرفت ان انا محتاج اتعلم ازاي اصور فيديو اصلا في الشارع، ما كنتش عرفت ان انا اصلا ازاي آه، اصنع محتوى او اعمل فيديو على يوتيوب. فانا محتاج اتعلم ده. هبدا ان انا احط بلان باذن الله، ان انا مثلا اشوف الشانلز مثلا بتعمل فيديوز عن ازاي تعمل محتوى. هبدأ اشوف مثلا كورسات عن حاجة زي كده، هبدأ اشوف كورسات ان انا ازاي اصور اصلا فيديو في الشارع. علشان حابب ان انا يعني نخرج من الزون دي اللي هي بتاعت الفيديوهات في البيت او في الأوضة عندي او كده، لحاجات بره بقى. يعني انا حابب اعمل ده. انا بخرج وبروح هنا وبشوف اماكن جديدة، بس بخاف اصور ده او مش بعرف اعمل ده اصوره. فكل الفكرة ان انا عندي يعني عندي الشغف او عندي حب ان انا اعمل حاجة، بس ما عنديش التولز او المهارات اللي تأهلني لده. يعني ممكن يكون عندي جزء مهارات شوية، ان انا مثلا بعرف اتكلم قدام الكاميرا بنسبة حلوة او بمستوى مش وحش. بحب ان انا مثلا اتكلم عندي اللي يعني في شوية حاجات حلوة، بس في بقى التولز اللي هي تطلع الحاجات دي في شكل احسن او في شكل افضل. فعشان كده حابب ان انا اعمل ده.
فهتوقف شويه، مش عارف اذا كنت هتوقف لا، بس يعني محتاج جدا ان انا اخد كورسز في الموضوع ده، محتاج جدا ان انا احسن مستواي في الموضوع ده كويس جدا، وبعدين اطلع ان انا اعمله. حاجه، لان انا شايف انا كاحمد، شايف هو انا حابب يكون مستقبلي او حياتي او حاجه من الحاجات اللي بحبها وهتبسطني وتساعدني في حياتي، هو ان انا اعمل محتوى واظهر للناس على اليوتيوب. مش رغبه عندي عايز اشبعها او كده، قد ما هي حاجه بحب اعملها، وانا هعيش مره واحده بس. فده كلام انا بقوله، والكلام ده قيسه على نفسك، ويعني اي حد بيسمعني يقيس الكلام ده على نفسه. انا هعيش مره واحده بس، او انت هتعيش مره واحده بس، فاحنا لازم نعمل حاجة احنا بنحبها. اي نعم، مفيش مشكلة انك تشتغل في شغلانة، او تشتغل او تطور نفسك في انك تشتغل حاجة تانية، بس لازم وضروري يكون بجانب الشغل ده في حاجة تانية كده بتحب تعملها، حاجة تانية كده بتفرحك لما تعملها، حاجة تانية كده انت بتنبسط انك بتعملها. يعني انا حرفيا لما اصلا بحس ان انا في مود مش لطيف او كده، بقول هو انا حاسس ان انا ناقصني حاجة، انا ناقصني ان انا اعمل فيديو. بجد الفيديو بيغير مودي لما بصور الفيديو، يعني ده جزء كبير جدا بيساعدني. لما بمنتج الفيديو بتبقى جزء اسعد، لما بنزل الفيديو كمان بيبقى حاجة احلى. فانا محتاج ده يحصل بقى بشكل احلى، بشكل احسن، بشكل متطور، بشكل افضل. يعني انا لما بصراحة شفت الناس اللي بتعمل فيديوز، معلش انا يعني انا مش اقل منهم في حاجه. يعني الناس دي بتعمل فيديوز زيي وانا بعمل فيديوز زيهم، فليه هما بيطلعوا بالكواليتي ده والمنتج ده والحاجه الحلوه دي، وانا بطلع بالمستوى ده؟ يعني مع ان انا عندي مثلا، عندي ملكه الكلام، عندي ان انا بعرف اتكلم ده من الكاميرا، انا شايف ده فيا، او شايف ده عندي، او شايف ان انا حتى لو ما عنديش ده فانا بحب اعمل ده. فحته بس انك بتحب تعمل ده، دي وحدها حاجه ممكن كتير ناس جدا تكون تتمناها، ممكن ناس كتير جدا تكون اصلا ما عندهاش القدره ان هي تطلع تتكلم قدام الكاميرا كده. فمعنى ان انا ربنا اداني حاجه زي كده، ودي حاجه برضو بتكلم ان انا مش بنزل كلام او اقول كلام على نفسي بس، لا، على كل حد. طالما ربنا اداك نعمه او اداك ملكه او اداك حاجه، استغل الحاجه دي في مصلحتك، استغل الحاجه دي في ان انت يعني تساعدك في حياتك. ما تسيبهاش كده. ربنا اداك حاجه، ممكن يكون ناس كتير جدا بتتمنى ان هي تبقى عندها الحاجه دي، فانت ليه هي عندك مش مستغلها؟ فاستغل ده. بس يمكن ده اللي انا حابب اقوله في الفيديو ده. كل الفكره ان انا الفتره اللي فاتت دي بمر في حاجات مش لطيفه، مش الطف حاجه، والفتره الجايه هتبقى شويه ستريس عليا، حوار يعني مواضيع في الشغل. فبس ايا كان ده خير. يعني انا دايما مؤمن ان بعد العسر يسر، ودايما مؤمن ان اي حاجه صعبه انت داخل عليها دايما بيبقى فيه ايه، يسر بعدها. فادعوا لي، وانا محتاج ادعي لنفسي اكتر اصلا. يعني احنا بايدينا ان احنا ندعي لنفسنا. والحياه دايما كده، دايما الدنيا بتبقى ماشيه عادي، ودايما في صعوبه، دايما الدنيا ماشيه عادي. فهي ده حلو اصلا، ده حلو. يعني ده بيطور منك، ده بيقويك، ده بيغيرك للاحسن، ده بيخليك تنضج اكتر. فده حلو. اي نعم ممكن تكون فترات صعبه رخمه علينا كده، بس ايا كان انك تتغير، او انك تبقى في مواقف تحصل كتير في حياتك صعبة، مش لطيفة، ده بيقويك، ده بيغيرك، ده بيطور منك. ما ينفعش تبقى الحياة بتاعتك ماشية عادية خالص كده. يعني عارف انت هتفضل ثابت مكانك، مش حاجة حلوة. فايا كان اللي هيحصل معايا الفترة الجاية او معاكم الفترة الجاية، فده خلينا عارفين ان ربنا دايما شايلنا احسن، خلينا عارفين دايما ربنا حاببنا ان احنا نكون في مكان احسن، فبيجهزنا وبيقومنا للمكان اللي احنا رايحينه ده. فمن هنا لحد اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، اشوفكم على خير، سلام.